السلام عليكم. Alors, mesdames, messieurs, on continue cette conférence de presse d'après-match Maroc-Algérie avec le sélectionneur du Maroc, M. Saïd Cheba. Mes félicitations, coach, pour cette victoire sur l'Algérie. Alors, dites-nous vos impressions. Quelle lecture vous faites de ce match que vous venez de gagner contre l'Algérie? Typique d'un match de quart de finale, très disputé. On s'attendait à un match compliqué, donc c'est pour ça qu'on a tout fait pour le rendre un petit peu plus abordable. On a été conquérant dès les premières minutes. Malheureusement, on ne concrétise pas sur les occasions et on reste à la merci de ballons arrêtés, de contres dangereux. Mais je pense qu'en marquant un deuxième, on a pu gérer un petit peu plus sereinement et finir à 3-0 à la fin. Merci. Les questions. Oui, monsieur. مساء الخير كوتش عبد الرؤوف بوسوسو من قناة الحياة الجزائرية. بداية المبروك التأهل لكأس العالم المربع الذهبي. ثانيا اليوم دخلتم بتشكيلة مغيرة عن التشكيل الأساسي اللي معتادين تدخلوا به في المباراة نيجيريا. على ما أظن كان فيها تغييرين على مستوى الهجوم. اليوم كان فيه تغييرين. هل شفنا منتخب مغربي لعب أحسن، ربما كان عنده أحسن مردود في المباريات اللي لعبهم في دور المجموعات؟ هل هذا ربما لسهولة المباراة أم أنه اليوم تغييرات أتت بثمارها والعمل اللي قمتوا به كان ظهر فوق أرضية الميدان؟ شكرا. شكرا. هي ظروف مباريات، يعني في كل مباراة يكونوا حصص ديال الفترات الجيدة والفترات الأقل. فهناك مباريات اللي الخصم تيرغم عليك أنك تكون يعني في وضعية صعبة وأنه فتراتك الجيدة تكون أقل. اليوم يعني على مدار 90 دقيقة كانت عندنا فترات تفوق أكثر، لذلك اللاعبين عبروا على الإمكانيات ديالهم. فالخصوم تختلف والصعوبات تختلف، ومنتخب نيجيريا منتخب قوي. إذا ما درتيش الاحتياطات اللازمة ممكن تخرج بالهزيمة ولا بالحصة الثقيلة. فالتوازنات كانت مطلوبة في هذيك المباريات، لذلك المباريات ما تتشبهش بعضها. تبقى عندنا إمكانياتنا هي نفسها، ولكن التعبير عليها تبقى متوقف على ظروف المباراة، على نوعية الخصم، على الإمكانيات ديال الخصم، ولا أيضا السيناريو. التسجيل في وقت مبكر، عدم التسجيل، هي أمور تتسهل على اللاعبين الإدارة ديال المباراة والظهور بوجه مختلف من مباراة لمباراة. Merci. Merci. Une autre question? Une autre question? Oui, donnez-lui le micro là-bas. Hello, Coach. Good evening. Congratulations for the victory. Today we saw a very different Moroccan side from the first two games we watched here. Today you guys were a whole lot different, a whole lot better. What did you tell the players when you got into this match? Secondly, you've qualified for the World Cup. What does this mean for you? What does this mean for the Moroccan public, especially after what we saw in Qatar 2022 with the senior team? Just how massive is this for Morocco as a country? طبعا هو شاف المباراة بنفس الاختلاف. فالاختلاف أنه ظروف المباريات مختلفة. احنا النوايا ديالنا دائما هي نفسها، أنه نكونوا جيدين على المستوى التنظيمي، على مستوى الانضباط. ولما يتيح لنا الخصم والظروف المباراة أننا نستحوذوا ونلعبوا بشكل جيد، وهناك أولويات في بعض المباريات. لذلك اليوم ربما التقدم بوقت مبكر نسبيا مكننا أنه نغلو الضغوطات ربما على الخصم ونلعبوا بأريحية أكثر. لذلك ظهرنا بالوجه. السلام عليكم كوتش بلا هرنون قناة النهار. كوتش من دون مجاملة، هل اليوم الخطة اللي لعب بها المنتخب الجزائري، شفنا كرات طويلة، ساعدتكم ربما على تحقيق هذه النتيجة بما أنكم استرجعتوا كثير من الكرات؟ وسؤالي الثاني، هل هناك لاعب ربما أو لاعبين من المنتخب الجزائري أثاروا انتباه المدرب سعيد شيبة؟ شكرا. هي ماشي مجاملة، هو احترام للزميل في المهنة. أنني ما نهضرش على الفريق ديالو،
هو اللي مخول له أنه يجاوب على ما جرى في المباراة وعلى تدبيره للمباراة. طبعا أنا قلت كاين إمكانيات، يعني كاين لاعبين تيبان على أنهم كاين بوتنسيال يعني قابل للتطوير، فتيبان على أنه إسلام يعني لاعب بوتنسيالمون ممكن يكون لاعب محترف في المستقبل، رقم 10 رقم 6 اللي ما لعبش اليوم. فكاين إمكانيات، خص الاستمرارية في العمل وإن شاء الله يكون الخير إن شاء الله. Bon, exceptionnellement, donc, vous avez une question, ce sera la toute dernière. Hein? السلام عليكم كوتش، مبروك عليكم التأهل. كوتش، ألا تعتقد أنه تحدثت عن الفئة السنية هذه اللي ما ذبحوهاش اليوم، ألا تعتقد بأن الجانب النفسي وممكن الحديث عن المباراة هذه بالذات والرغبة المنتخب الجزائري في التواجد في نهائيات كأس العالم، ألا تعتقد أن الجمهور اليوم ممكن كان أثر سلبيا على أدائه وما ظهرش بالوجه اللي كان لازم يظهر؟ ما نقدرش نلزمو يعني بهذا اللي باين على أنه فنيا كنا متفوقين في كل نواحي اللعب، كنا دفاعيا قويين، عملية التحول عندنا كانت ناجحة. لكن امور اخرى انا ممكن نهضر على التحضير الذهني ديال الفريق ديالي، لانني نكون حاضر في الكواليس ديال التحضير. انا ما كنتش حاضر في الكواليس ديال التحضير ديال المنتخب الجزائري. Merci. Merci beaucoup, coach. Merci à vous également. أعرب سعيد شيبة مدرب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة عن أهمية تأهل الفريق لكأس العالم بعد الفوز على الجزائر في نصف نهائي كأس إفريقيا. وفي الندوة الصحفية التي عقبت المباراة، قال شيبة إن الترشح للمونديال يمثل حلماً للاعبين، ويساهم في تطوير مهاراتهم وتكوينهم، ويعزز موقف كرة القدم في المغرب. وأكد شيبة أن الخصوم يختلفون والصعوبات تتغير، وعلينا حماية اللاعبين الصغار والتأني قبل محاسبتهم، حيث يجب علينا أن نكون رحماء مع هذه الفئة. وختم شيبة حديثه بأن المغرب يعمل حالياً على تطوير المنتخبات الكبرى وتغذيتها في المستقبل.